ما حدش يختلف ان النادي الاهلي عنده سكواد عالمي، ولكن طريقه اللعب اللي انت بتعملها دي انت كده بتكتم اللعيبه، انت كده بتخلي اللعيبه كلها يبانوا بطريقه وحشه. وفي حاجه عايز اقولها مهمه جدا، الناس اللي بتنتقد قفشه وبتنتقد شكري وبتنتقد هاني في الماتش ده، انا اسف يعني انت ما بتفهمش كوره، بتقول يعني ايه باكات ما رفعوش اوفر. طب ما هو المدرب اصلا اللي قايل لهم كده، ما المدرب هو اللي عايز يبدا من النص، ما المدرب اللي عايز يبقى اللعب في العمق، مش عايز يبقى اللعب على الاطراف، فبالتالي الباك مش هيرفع. فانت ازاي تنتقد لاعب وهو اصلا المدرب اللي قايل له يعمل كده؟ في حاجه بقى مهمه جدا عايز اتكلم فيها في الكوره، اي مدرب قبل الماتش يقعد يشوف الفرقه اللي قدامه، يشوف بتلعب ازاي، وبالتالي يبني الخطه على الفرقه اللي قدامه مع امكانيات لاعب. انما لا، ريبيرو بقى انا هبني الهجمه من تحت بس. طيب هل بقى انت كمدرب عارف يعني ايه تبني الهجمه من تحت؟ فبالتالي ايه المفروض تعمله؟ اللي انا شفته ان انت ما فيش اي حاجه عشان تبني الهجمه من تحت. اولا كده لازم كل اللعيبه تبقى متحرره، بمعنى ان الراس حربه بتاعك ممكن يرجع لنص الملعب عشان يسحب اللعيبه معاه، وبالتالي الباك يروح ضامن يبقى هو راس حربه مثلا، غير المثلثات الكتير، غير التحرك بدون كره كتير، وانا ما شفتش ده خالص. وغير